ايه يا حماده، عامل ايه يا حبيبي؟ انا عارف ان انت لابس السلطانيه زي كل مره. اصل اول واحد لبس السلطانيه كان المعلم، وسابها لنا بقى ارث. كل شويه يجي وكيل لاعبين يلبسنا السلطانيه، صفحات الاهلي تلبسنا نفس السلطانيه، صفحات الزمالك بتاعتنا تلبسنا برضه السلطانيه، وفي الاخر نهيص ونقول الله اكبر يحيى عطيه الله عندنا. فنتفاجئ انه مضى للاهلي كالعاده، وتلاقي اللي يقول لك شربتها يا كروديا. اه والله يا عم الحاج. فيلا بينا نبدأ الحلقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبدئيا كده صلي على النبي، اشترك في القناة، فعل الجرس، وتعالى بالسلطانية بتاعتك. هو جمهور الزمالك ده ما بيحرمش؟ يا جدعان انتوا ما بتتعلموش؟ انا حزين على الحالة اللي بيوصل لها جمهور نادي الزمالك. يا جدعان خليكم اذكياء، انت بعد كل السنين دي كلها برضه لازم تلبس الخازوق؟ يا جدعان الاهلي بيفاوض يحيى عطية الله بقاله شهر، والعالم كله عارف ان هو بيفاوض بقاله شهر. فجأة يطلع وكيل اعمال يقول يحيى عطية الله قريب من نادي الزمالك، اصل الاهلي انسحب من الصفقة. فانت تصدق كل الصفحات الزملكاويه تطلع تقول هي الله اكبر اخدنا منكم يحيى عطية الله. يا جدعان اقسم بالله هم عايزين كده، هم عايزين يوصلوك للحته بتاعت اخدنا يحيى عطية الله، فانت تبقى فرحان وتقوم قايل للاهلاوي نتشنكوا على قفاكوا وخدنا الصفقه السوبر اللي انتوا بتجروا عليها بقالكوا شهرين. وهوبا البس الخازوق يا معلم، يطلع لابس الجلابيه يقول لك انا اهلاوي. ايه رايك في الحوار ده؟ بس انا هقول لك على حاجه ليك، والله العظيم اول ما قالوا يحيى عطية الله قريب من الزمالك قلت يبقى مضى خلاص رسمي للاهلي. اصل انا بقى ايه، معلم وفاهم الدنيا ماشيه ازاي، وعارف الاعلام بيلعبكوا ازاي. بس اللي مستغرب له هو جمهور نادي الزمالك. ده انت لسه واخد نفس الخازوق من كام شهر في القندوسي، وقعدت تقولوا القندوسي جاي القندوسي جاي، وانا اقول لكم خلاص يا عم مضى للاهلي. لا القندوسي خلاص، خطفنا القندوسي، هوبا لبس في نادي الاهلي. وناهيك بقى على صفقات بالهبل، كل الصفقات اللي الاهلي جابها لبست في نادي الزمالك في الاول، طبعا كلنا عارفين، وفي الاخر هوبا يشفطوا وياخدوا. طيب انا عن نفسي كزملكاوي، عمرك شفت لي فيديو بتكلم فيه على صفقه لسه ما جاتش؟ عمرك شفت على صفحتي بتكلم على صفقه لسه ما جاتش الزمالك؟ اصل انا متربى على خوازيقهم ففاهم كل حاجه. اللعيب اللي يقول لك قرب من نادي الزمالك اعرف انه راح الاهلي. السوبر يعني اللي يقول لك خلاص ده على اعتاب نادي الزمالك وكان الاهلي بيفاوضه، اعرف انه خلاص مضى للاهلي. بس انت لازم تعمل ايه؟ اخدنا الصفقه، في الاخر يطلع لابس نادي الاهلي فيتعلم عليك. اكم من صفقات نادي الزمالك اصلا ما كانش داخل فيها، ما كانش اصلا داخل فيها، فيحصل ايه؟ انه يجيبوا اللعيب ويمضوه، وبعد كده يقول لك ايه؟ اللعيب قريب من نادي الزمالك، فجمهور الزمالك يفرح، فجاه تلاقيه في الاهلي فيتعلم علينا. تلاقي الاهلي يقول لك ايه يا معلم انت مش قلت القندوسي انت جبته خلاص ادينا خدنا منك؟ طب انا اصلا ما كنتش دخلت في الصفقه مثلا. او مش هروح بعيد، هكلمك على يحيى عطية الله. فعلا الاهلي بيفاوضوا بقاله فتره والزمالك ما فاوضوش اساسا. جينا نبص لنا الزمالك ايه متصدر يا معلم، عامل كده انا في الواجهه. طب وبعدين يحيى عطية الله في الزمالك، وبعدين لا يحيى عطية الله في الاهلي. طب مجلس ادارتنا ما طلعتش ليه لافت الخبر؟ نفسي افهم. مفيش مجلس اداره جه وحصل البعكيكه دي معاه وطلع اتكلم بسرعه وقال لا انا مش بفاوضه اصلا؟ تحس ان مجلس الاداره بيسلمنا او بيسلمكم انتوا، عشان انا فاهم، انا الحمد لله رب العالمين ببقى فاهم ده كله. وعشان احذركم، الاهلي بيفاوض بين رمضان ماشي يومين ثلاثه وهيقول لك بين رمضان قريب من الزمالك، اوعى تفرح اوعى تفرح، خلاص هو لابس في نادي الاهلي، هو مضى خلاص. فانت لازم برضه ايه تتعلم عليه. واقول لك على حاجه، حلال الزملكاويه لا بقى انتوا خدتوا مننا يحيى عطية الله هناخد بين رمضان، خلاص خلص، وهوبا تلاقيه جنب اخوه انا اهلاوي، نفس الخازوق. بس برضه مش ده الفيديو اللي انا جاي اكلمكم عليه. انا جاي اقول لكم ان احنا هنركب الشلاحات في الملاحات. انت عارف يعني ايه الاهلي يتعاقد مع يحيى عطية الله في وجود علي معلول؟ اوعى تفتي وتقول لي هيبقى يحيى عطية الله احتياطي المعلول او العكس، ان يحيى عطية الله هو الاساسي ومعلول الاحتياطي. لا تعالى لي بقى في الحته دي عشان انا فيها خبير كروي. معنى ان الاهلي يجيب الباك الشمال يحيى عطية الله وعنده علي معلول، معناها ان الاهلي السنه الجايه هيغير خطه لعبه، هيلعب ب 3-4-3. واسمع مني وما تراجعش ورايا. علي معلول كبر في السن خلاص، وما يقدرش يديك 90 دقيقه جري قدام وورا واوفرات وتاكلينج لا خلاص. وعلي معلول بالنسبه للاهلي اسطوره بصراحه، مش هنكدب على بعض، فلازم يكرموه. فبص بقى الذكاء
والتفكير بره الصندوق، فيجيب لك يحيى عطية الله، يبقى باك شمال اساسي ثابت. طب علي معلول هيبقى في النص من ضمن الاربعه اللي في النص، يعني هياخد من نص الملعب للهجوم، يعني مش هيرجع يدافع اصلا احتراما لسنه. وعلي معلول في الحته دي على سنه بمجهوده يلعبها حلو جدا. يبقى اصبح انت بتلاعب الاهلي باك شمال يحيى عطية الله ثابت، الاربعه اللي في النص، الاثنين اللي في النص هيبقى اتنين ارتكاز. هكلمك على اللعيبه اللي موجوده دلوقتي. مروان عطيه 6 ثابت، وطبعا امام عاشور ايه بيهري قدام. طيب يمين هيبقى عمر كمال عبد الواحد ووراه محمد هاني. انت واخد بالك من الدماغ؟ هيلعب لك بليبرو. محمد عبد المنعم بقى قعد هو اللي هيبقى ليبرو، وعلى يمينه محمد هاني، وعلى شماله يحيى عطية الله. طيب الاربعه اللي في النص قلت لك علي معلول شمال، وعمر كمال عبد الواحد يمين، والاثنين الارتكاز اللي هو ايه مروان عطيه وامام عاشور. الثلاثه الهجوم بقى حدث ولا حرج، يمين حسين الشحات، شمال رضا سليم، وطبعا الداهيه وسام ابو علي. كده بقى الاهلي هيلعب كالتاتي. الكره تيجي لحسين الشحات يمين، طبعا يا اما يقطم لجوه ويشوط، يا اما يقطم للداخل، وطبعا عمر كمال عبد الواحد يعمل له اوفرلاب يديها له يرفع. والعكس صحيح مع علي معلول، رضا سليم يخش منطقه الجزاء مثلا ويقطم ويقوم شايط، يا اما برضه علي معلول هيعمل له اوفرلاب يقوم مديها له يرفع. فاذا لما علي معلول يرفع الكوره بقى الاوفر، هتلاقي مين في منطقه الجزاء؟ صلي على النبي، صلي على النبي بسرك، رضا سليم، وسام ابو علي، حسين الشحات، وعلى منطقه الجزاء امام عاشور. اي سكند بول يشوط. والعكس صحيح، لو عمر كمال عبد الواحد بيرفع الاوفر هتلاقي جوه حسين الشحات، وسام ابو علي، رضا سليم، وعلى الطرف علي معلول، واي سكند بول برضه امام عاشور يقوم ايه مشلحها لك. اذا الاهلي جاب كل القطع الناقصاه، وانا كزملكاوي بقول لك اللي يتعادل معاهم يعمل فرح. من الاخر احنا هنشوف طوفان وهنتمرمط، وربنا يستر على السوبر الافريقي اللي مجلس ادارتنا لغايه دلوقتي ما جابش ولا صفقه، والاهلي عمال يحشد يخنق علينا في صفقات ويقول لنا بصوا هل من منافس يا شاطر خنافس. انا بقولها لكم صريحه، هات من الاخر، رحم الله امرئ عرف قدر نفسه. احنا هننافس دول ازاي؟ انا ما اعرفش، لان مجلس ادارتي كتيان وعيان. واخيرا قبل ما اقفل، طبعا كل الصفحات الرياضيه الزملكاويه الفتره اللي فاتت قعدت تهق على كهربا ونيني بان عليا قوي، واللي وما بيروحش التدريبات، والزملكاويه هيصوا. النهارده شفت ايه اللي حصل وهو بيلاعب زد؟ لعبه. اذا يبقى كل الكلام اللي بيحصل ده هجايز، وان خناقته مع كوره كانت هجايز، وانه ما بيروحش التمرين كانت هجايز، وانت برضه عمال تسقف لكل اليوتيوبر دول وكل الصفحات دي تقول الله الله ايوه كهربا ماشي، كهربا مش قاعد، كهربا رايح زد، ويا ترى هيلعب مش عارف ايه. الكلام اللي احنا بنشوفه وعشناه دوت، في الاخر النهارده كهربا رد عليكم هو ومجلس اداره النادي الاهلي، وكهربا اساسي وبيلعب الماتش وبيجيب جون وبياخد مان اوف ذا ماتش. يعني المفروض تتكسف على دمك وتسكت. يا زملكاوي اتعلم تشجيع وتعلم كوره، ما تتكلمش على حاجه غير لما تشوفها بعينيك، ما تمشيش ورا اي هجاص. يعني انا دلوقتي انا من خلال القناه بتاعتي ممكن اطلع هجاص دلوقتي اقول لك ايه الزمالك بيفوت كريستيانو رونالدو، تقوم سارح ورا مني. اعرف المصدر اللي بيجيب منه المعلومه وامشي وراه عشان ما تتشلوحش. بس من الاخر كده انا شفته والله العظيم ما شفت حد بيقول مصادر بما يرضي الله، كله بيهجص، كله بينقل من بعض كوبي بيست. تابعني انا لوحدي، انا في حته تانية، انا مسمي البرنامج بتاعي بره الصندوق، لان انا فعلا بره الصندوق، ما بتكلمش زي الناس دي خالص. فتابع اخوك الزملكاوي اللي زعلان زيك ويمكن اكتر منك، بس هنعمل ايه؟ اهي دنيا فانيه. لو عجبك الفيديو اشترك في القناه، فعل الجرس، وارزعني لايك، وتابعني. سلام عليكم.